هذا الرجال اللي قدامك في الصورة هو أحمد الزويكي، شاب يمني دافع على عرضه ودافع على شرفه ودافع على أخته، وقام بالواجب اللي كان من المفروض تقوم فيه الحكومة. وهذا الرجال اللي قدامك في الصورة هو عبد الله الأشول اللي فعل هذه الجريمة، اللي قام بضرب فاطمة الزويكي وقام بالاعتداء عليها واغتصابها. وهذه الصورة مرت علينا في الشاشة اليمنية والمسلسلات اليمنية. نعم، عبد الله الأشول شارك في الكثير من المسلسلات اليمنية، من ضمنها مسلسل الصهير صابر ومسلسل الدلال وغيرها من المسلسلات والمهرجانات. فعبد الله الأشول فنان يمني ومشهور في الشاشة اليمنية، وكذلك رسام عنده الكثير من الفنون والمهارات، ولكن ما عنده رحمة ولا عنده إنسانية. بالرغم من هذا المهارات اللي عنده، لكنه قام بالاعتداء على الطفلة المعاقة المسكينة فاطمة الزويكي، وقام بانتهاك عرضها والاعتداء عليها واغتصابها. ولا نتعجب لما نشوف بعض المشاهير اليمنيين ما تكلموا في هذا القضية، لأن عبد الله الأشول رفيقهم وصديقهم في المسلسلات اليمنية. هو كلهم يعرفوا عبد الله الأشول ويعرفوا سوابقه ويعرفوا هذا القصة من يوم حدوثها، لكنهم ما تكلموا في هذا القصة أبدا، قاموا بالسكوت عشان الدفاع عن صديقهم وعن رفيقهم عبد الله الأشول. أما أحمد الزويكي بيدافع عنه كل حر وكل شريف، لأن قضيته وقضية أخته قضية شرف وقضية عدالة. وبإذن الله في القريب العاجل أول شيء يقوموا بمحاكمة هذا القاضي الظالم، وبعدين يقوموا بتبرئة أحمد الزويكي ويتم العفو عنه بإذن الله عز وجل.